صباح الخير حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهارده بيوم جديد وفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى يلا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. ونحط بقى كده اللايك الجميل اللي بيحفزني وينشطني ويخليني انزل لكم فيديوهاتي باستمرار. وكمان اللي اول مره يشوف القناه فضلا وليس امرا لايك واشتراك وفعلوا الجرس واضغطي على الكل عشان يوصلك كل فيديو مني وتشاهدي. كمان ندعي لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم اجبرهم جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض وارحم موتاهم واشفي مرضاهم. اللهم آمين. قلوبنا معاهم طبعا، ودعواتنا دايما معاهم. بحبكم في الله، يا رب يديمكم في حياتنا دايما كده جوه قلوبنا وفوق راسنا. بصوا النهارده بقى انا قلت ادخل على اوضه النوم كده انفضها تنفيضه حلوه، وانفض المراتب اتنيها شويه كده يمين وشمال، اهويها، وبعدين آم، اغير الفرش بقى كله. بصوا يا بنات انا صحيت كده ايه بدري، قلت بقى ايه افتح كده الشبابيك الشمس تدخل والهواء يدخل. بصراحه لما بصحى بدري وبفتح شقتي كده باحس براحة نفسية كده يا بنات، وهدوء نفسي كده. زي أي ست طبعًا لمّا بتصحي بدري كده تحسي إن الجو حلو، وبتدخلي شقتِك بتغيّري هوا الشقة بمعنى أصح وجو الشقة، وعايزة بقى إيه تقعدي في روقان بقية يومِك وتخلّصي حاجتِك في البدري يعني. فأنا صحيت الصبح ابني صحيته نزل مدرسته، وطبعًا بنتي كمان كان عندها درس الصبح بدري. الأول أنا صليت الفجر وقرأت الورد بتاعي وتمام الحمد لله وخلصت، وقلت بقى ايه لا مش هكركب الدنيا برضو علشان ما حدش يصحى من بدري حرام. فضلت قاعدة كده لغاية الساعة 6، لغاية ابني ما بدأ يصحى كده وفطرته ونزلته مدرسته. وبعد كده بنتي نزلت على الساعة 9. قلت بقى ايه خلاص انا ايه، طبعا ما فيش نوم. قلت اخلص شغل بيتي بقى في البدري كده. وكمان يا بنات انا كنت رايحة عند ماما، انا اليومين دول بروح عند ماما كل يوم، يعني مش قليل لما بقعد في البيت يعني، فاهميني؟ اليومين دول بالذات لاني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات في اسباب لمروحي عند ماما كل يوم. طبعا انا اتكلمت معاكم فيها الفيديو اللي فات. بصوا بقى انا هنفض المرتبه كويس جدا جدا، وبعد كده بقى ايه احط فرش نضيف كده وجميل ونعطر ونروق الدنيا تمام. ولسه كمان بعد ما اخلص الاوضه هنطلع ونلمع بقى التسريحه والدنيا كده، هنطلع بره ونشوف روتيننا هيمشي ازاي. تمام كده تمام كده. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. انا ليه عتب عليكم يا بنات؟ انا عارفه ان والله انا عارفه بطلب منكم كتير تحطوا لي لايك على الفيديو وتشاهدوا لي الفيديو، بس والله يا بنات انا عايزه اقول لكم ان احنا بنتعب في القنوات بتاعتنا جدا جدا. انا بقالي دلوقتي يعني هقول سنه ونص فاتحه القناه. طبعا انا لسه ما قبضتش. مش بافتح القناة والله يا بنات، مش فاتحاها كترفيه ولا أنا عندي وقت فاضي، بالعكس دي واخدة من وقتي ومن مجهودي ومن وحرق أعصاب في إن مثلا ممكن أنزل الفيديو ما يجيبليش غير 200 300 مشاهدة. دي بتوصلني لمرحلة الإحباط والله يا بنات، زي ما بقول لكم كده بحس بإحباط كده لما بلاقي الفيديو بتاعي اليوتيوب اقترحه حوالي مثلا 15,000 مرة تمام، الاقي داخلي 200 مشاهده او 250 او 300 من حوالي 15,000 ولا 20,000 مره ظهور. يعني الفيديو بيظهر قدام الناس حوالي 15,000 مره، الاقي داخلي 200 مشاهده. فبحس باحباط وبحس ان انا، لو تاخدوا بالكم انا بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات، مش قادره ان انا يعني عماله انزل على المنتدى الفيديوهات القديمه بتاعتي، لكن مش قادره ان انا انزل فيديو جديد. بحس ان انا يا بنات مجهودي كله رايح على الارض. والله التصوير يا بنات بيتعبني جدا جدا يعني. بصوا انا بضطر ان انا اصحى من بدري، اخلص. بصي هتقولي لي هو شغل بيتك؟ لا والله لا، لو هو شغل بيتي في ثانية هكون بنجز، لكن انا اظبطي الكاميرا كده، اعدلي الرينج لايت كده، طب لازم وضعية جسمي وانا بعمل كده علشان التصوير ده بيبقى فيه بلاوي سودا والله يا بنات. ف بصوا يعني الدنيا مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. فطبعا يا بنات انا فاتحه القناه بدل ما انزل اشتغل بره واسيب ولادي، انا عندي ثالثه ثانوي عام وعندي اولى ثانوي عام، ما اقدرش ان انا اسيبهم واطلع اشتغل. كمان انا عندي اولى ثانوي عام ده ولد، فطبعا السن بتاعه دلوقتي محتاج اهتمام، محتاج مراقبه، محتاج متابعه، فاهميني؟ طبعا كل ام عارفه آه، ازاي السن بتاع اولى ثانوي ده في الولاد بالذات صعب. يعني يمكن البنت بتبقى هاديه وبتبقى رزينه وكده، لكن الولد لازم تتابعيه ولازم تسالي دايما عليه ولازم، فاهميني؟ فطبعا
ما اقدرش ان انا انزل اشتغل يا بنات واقضي مثلا 3/4 يومي بره، واجي تعبانه مش عارفه اشوف لا شغل بيتي ولا ولادي ولا جوزي ولا دنيتي. فطبعا قلت افتح باب الرزق اللي هي القناه. ففضلا منكم وليس امرا شجعوني باللايك والاشتراك وفعلوا لي الجرس بتاع القناه، وشاهدوا لي الفيديو ولو حتى يعني جزء من الفيديو اللي هو يعني تنزل عليه ارباح. لكن اللي بيشاهد لي دقيقه وبيخرج يعني بيأذيني في القناة. عايزة اقول لكم ان انا الفترة اللي فاتت في حد اذاني في قناتي، والله العظيم مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. عمل لي مشاهدات غير صالحة ودخول غير صالح يعني، بطريقة كده هم عارفينها. وقعت لي خالص مشاهدات القناة بعد ما كنت مبسوطة ان قناتي بدأت خلاص هانت يعني، وصلت لل1000 وال2000 والتلاتة والخمسة. فجأة لقيت هبوط تام في المشاهدات بسبب اللي هم عملوه. يعني ربنا بقى يديهم على قد نيتهم، فاهميني؟ فانا بس يا بنات فضلا منكم وليس امرا طبعا، شاهدوا الفيديو وحطوا لي لايك ويعني يا ريت حتى لو هتتخطي الاعلان اتخطيه بعد مثلا 60 ثانية مثلا، علشان خاطر الاعلان يتحسب يعني ارباحه تتحسب لنا وكده. طبعا يا بنات من عشمي بتكلم معاكم كده، لان انا عارفه ان انتوا حاسين بظروفنا وحاسين انتوا كمان اكيد عندكم ظروف، وكل واحده مننا عايزه تعمل اي حاجه لبيتها ولولادها ولحياتها. مش بجري ورا القناه والله عشان اوصل للغنى والفلوس والكلام ده كله، بس لا، يعني انا عايزه احسن بس من مستوى حياتي وبيتي وانا محتاجه ان قناتي تشتغل. بس فانا عارفه ان انتوا هتقدروا كلامي، وعارفه ان انتوا قلوبكم طيبه ودايما بتقفوا جنب اي حد. وزي ما وقفتوا جنب قناتي اللي وصلت دلوقتي وبقت من مليونيه، وهي كانت زينا برضو في الاول، هتقفوا معانا وهتوصلونا لان قنواتنا تكبر وتتشهر وتتعرف ويدخل لنا منها عائد مادي. بشكركم جدا جدا على سعة صدركم طبعا. يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. يدي كل حد محتاج ذرية صالحة، ربنا يرضيه ويعطيه حتى يرضيه، اللهم امين يا رب العالمين. وما يحرمش من ضناها ابدا ابدا يا بنات، ويخلي لها اولادها ويملوا عليها البيت. ودايما يفضلوا كده عارفين يا بنات، البيت لما بيبقى مكركب ده بيبقى حاجة حلوة مش وحشة. يعني اللي بتزهق من بيتها لما يبقى مكركب، او كوبايه كده او ازازه كده او معلقه كده، او الحوض دايما ما بيفضاش من المواعين، وبتفضل تقول لي انا زهقت من كتر غسيل المواعين. صدقيني ده خير، ده خير ربنا مديهولك ان عندك اولاد وعندك حياه في البيت. آه، بتلاقي حاجة، بتلاقي حياة في البيت، ولادك موجودين وزوجك ودنيتك. عكس ما تبقي كده مفيش حياة. طبعا يا رب يا رب ما تحرم من ولادها، وارزق كل مشتاق، واستر بناتنا جميعا وارزقهم بالزوج الصالح يا رب، يجعله قرة عينيها ويجعلها قرة عين، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، انا خلصت الاوضه، فرشت السرير طبعا زي ما انتم شايفين، وحطيت كبرتايه خفيفه كده عليه. انا كنت فرشه المفرش القطيفه بس، حسيت ان هو بيصهد يا بنات، الجو لسه برضو ما سقعش. هتقولي لي في بطانيه، هقول لكم زوجي ما خلاص دخل توقيت الشتوي لازم يستغطى، لكن انا لا، ما بعرفش يعني. تمام، فرشت السرير زي ما انتم شايفين كده، وقلت بقى ايه، انا مش هشيل سجاد، انا هفضل اهد في نفسي ولا ايه؟ لا، قلت بقى انا هكنس كده كده الدنيا نظيفه ومش محتاجه ان انا اشيل سجاد. عايزه اقول لكم كمان يا بنات، النمل عندي يعني خرج من اوضه النوم، الحمد لله الحمد لله، مش موجود دلوقتي في اوضه النوم، لكن موجود عندي في الصاله وفي المطبخ. يعني الغريب انه طالع لي من الحنفيه، من المحبس اللي في الحمام، محبس الميه اللي بنقفل ونفتح منه ده. طالع لي منه ازاي مش فاهماه يعني، مش عارفه اقارن في الحيطه مش فاهمه. جبت رش مش نافع، المهم جوزي بصراحه راح عاملهولي بالاسمنت الابيض. مش عارفه اسمه جبس ولا اسمنت، هو لونه ابيض يا بنات. عمل لي الحروف كلها وسد كل ممكن يكون اي مخارج. ورحت عند ماما ورجعت لقيت النمل طالع لي برضه، مش عارفه مش عارفه بيحبني النمل يا جماعه تقريبا، الحمد لله طبعا. الحمد لله، يعني البيت اللي فيه كل حاجه ده فيه خير، الحمد لله الحمد لله، افتكار من ربنا. بس دخلت بقى خلصت الاوضه كده يا بنات وقفلتها زي ما انتم كنتوا شايفين، وهدخل بقى على المطبخ كده. كان فيه شويه اطباق صغيرين كده. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا بروح عند مامتي كل يوم الصبح بعد ما بخلص الروتين بتاعي او شغل بيتي يعني. بروح عند ماما وبرجع بالليل. فزوجي طبعا وانا راجعه بجيب له الاكل معايا وانا جايه، مش بطبخ في البيت يعني. فساعات بقى بيبقى فيه طبق الولاد كلوا فيه حاجه كده، حاجه حلوه من عند ماما، عندي حاجه حلوه في التلاجة بطلعها، الكلام ده كله. تمام. تمام.
عايزه اقول لكم يا بنات، انا قاعده النهارده تحكم، كل شويه اقول لهم قوموا اعملوا لي موات عند ماما. يعني ماما تقول لي مالك يا حبيبتي، مرات اخويا تقول لي في ايه يا رشا حبيبتي بتوحمي ولا ايه؟ لا طبعا انا مش بتوحم ومش حامل، يعني ما اقدرش كصحيا وكوضع الدنيا والغلا وكل ده. لا، فكل ما يشوفوني يقولوا لي احنا حاسين ان انت، كل ما امسك البنوته الصغننه اللي لسه جايه بيتنا جديد، يعني بنت اخويا، العبها ومش عارفه ايه، الاقي بنت اخويا تقول لي، مرات اخويا تقول لي ايه، انت الشهر الجاي ان شاء الله هتبقي حامل، انا حاسه بكده. فاللي هو لا 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 والله انا مش حامل، مش مخبيه يا جماعه والله. فلا انا حامده ربنا وشاكراه طبعا، معايا بنتي ومعايا ابني مالين عليا دنيتي وحياتي. الحمد لله ربنا مرضيني ببنتي وبابني. ما بفكرش في الموضوع ده خالص. وبعدين يا بنات الدنيا بقت غلا، يعني اللي معاه عيل واتنين خلاص خلاص، احمدي ربنا واشكري، يعني احمدي ربنا واشكري فضله عليكي ان هو رزقك بالذريه الصالحه اللي مالت عليكي حياتك وسمعتي كلمه ماما. لكن اجيب بقى عيل واتنين وتلاته وعشرة وظروفي مش سامحه، دي حاجه محدش. لا، يبقى انا كده بغلط في حق نفسي وفي حق جوزي وفي حق ولادي التانيين كمان، لاني مش هقدر اصرف عليهم. فانا مكتفيه الحمد لله بولادي دول. بعدين انا بنتي بقت عروسه في ثالثه ثانوي، وابني ولسه قدامها مرحله الكليه ان شاء الله، وابني اولى ثانوي، يعني معايا عروسه وعريس. افكر في الخلفه تاني؟ طبعا لا. فهم يقعدوا بقى يتريقوا عليا يا بنات، اقول لهم مثلا وانا قاعده النهارده انا عايزه اشرب موات يا ماما قومي اعملي لي موات، فعايزه اشرب حلبه يا ماما قومي فماما تقول لي يا لهوي، ده انت وانت يا بنتي والده ما كنتش بتحبي الحاجات دي، ايه اللي جرالك؟ اقول لها مش عارفه يا ماما هفه عليا، تقول لي بس هو كلام مراتك كويس صح انت حامل. وانا يفضلوا بقى يتريقوا عليا كده يا بنات، بس انا والله العظيم مش حامل، لا هخبي ليه؟ بس بصوا بقى، كان في شويه مواعين، انا طبعا هخلص المواعين يا بنات وخلاص بقى. بصوا كل شويه ماما اصلا عماله ترن عليا تستعجلني، يلا يا رشا يلا يا رشا يلا يا رشا، اقول لها حاضر انا بلبس، وانا اصلا واقفه في مطبخي لسه ما خلصتش المطبخ بتاعي. بس هي كل شويه يا رشا، اقول لها ماما انا على السلم وانا لسه بمسح، يعني ساعه ما كنت بمسح الارض بتاعه المطبخ، بمسحها، كانت ماما رن عليا وبتقول لي ايه يا رشا، قلت لها يا ماما ده انا خلاص نازله على السلم يا حبيبتي اهو، وانا اصلا لسه مسحت الارض. وبعد كده كان الظهر خلاص بيأذن هيأذن، فقلت اتوضى واصلي الظهر وبعدين ايه ابقى انزل. إيه، خلصت كل اللي ورايا واتوضيت وصليت الظهر وقعدت قرأت شوية في المصحف مش عارفة ايه، وكل ده ماما مفكراني نازلة على السلم. تمام، المهم رحت لها على 1:30 كده، من يعني هي بترن عليا تقريبا من الساعة 11، وانا عماله اقول لها انا جايه، ده انا بلبس، ده انا مش عارفه ماما. اول تليفون قلت لها ماما انا بغسل بس المواعين ونازله. تاني تليفون قلت لها خلاص انا بلبس. تالت تليفون قلت لها انا على السلم. على السلم دي انا كنت لسه بمسح الارض بتاعه المطبخ وداخله اصلي واخلص الورد بتاعي. تمام تمام. المهم بقى يا بنات، خلصت شويه المواعين الصغيرين دول واغسل بقى الرخامه بتاعتي وايه والسيراميك كده حوالين الحنفيه، علشان ساعات بتبقى حاجه كده مطرطشه وحاجه، فاهميني؟ الصابون جاي كده، لازم برضو تغسلي كده حوالين، دايما تخلي حوالين الحوض بتاعك نضيف كده، ودايما تغسلي الحنفيات كده وتخليها بتبرق يعني يا بنات. تمام تمام. انا بالنسبه لي بحس، بصوا عشان شقتي ضيقه، خاصه المطبخ، سيبكم من بره يعني مش شاغلني، أنا اكتر حاجه شغلاني في الشقه دي المطبخ، ان هو صغير، وحاسه طول ما هو صغير بحس ان هو مكركب. حتى لو انا مسويه الحاجه ورصها كويس ومرتباها، برضو بحس ان هو مكركب من كتر ما هو ضيق. فادعوا لي يا بنات، ادعوا لي بالله عليكم، انا خلاص انا عرضتها للبيع وعايزه امشي منها خلاص، تعبت منها اصلا. والله مش اعتراض على حاجه، بس انا المكان الضيق بيخنقني، بحس ان انا مقيده مش عارفه اعمل فيه حاجه ولا عارفه اغير فيه حاجه. وانا من الناس اللي بتحب التغيير دايما، يعني انا من الناس اللي بتحب تغير في شقتها، في حياتها، انا كده. فادعوا لي يا بنات بالله عليكم، ربنا كده يعطرني في شقه كويسه، واسعه كده، يعني النفسيه تبقى كويسه فيها. انا خلصت بقى طبعا، خلصت بقى شويه المواعين، وقلت بقى ايه، انا البوتاجازي طبعا كنت غسلاه معاكم وزي الفل، بس قلت بقى ايه، مكان طبعا اي حاجه بقى مسخنه عيش مسخنه اكل كده بيبقى لازم يتلمع على البوتاجاز، فقلت بقى ايه المعه. عايزه اقول لكم انا مناديل المطبخ خلصت، وكل ما انزل اقول هجيب، وبعد كده انسى واطلع خلاص، ما اعرفش اروح اجيب طلبات للبيت، انسى اجيب كل حاجه وانسى مناديل المطبخ، مش فاهمه ليه. يعني دي اكتر حاجه انا بستخدمها. تمام، مسحت بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده وخليته زي القشطه، هو قشطه اصلا، يعني ما كانش فيه حاجه، والازاز بتاعه نضيف والزراير والدنيا جميله. كمان يا بنات انا مش بقول لكم ما بحبش المكان الضيق وكده، انا طلعت التربو بتاعي في الصاله،
خلاص حاسه عايزه اسيب نفس، عايزه احس ان انا عارفه اتحرك. ف طبعا طلعت بقى التربو، حطيته في الصاله بصراحه، يوسع لي شويه جنب البوتاجاز وكده، ما احسش ان الدنيا ضيقه ومكركبه. تمام. حطيت بقى شويه صابون كده في الارض. كان جوزي طبعا، بصوا الحاجات البيضه دي الاسمنت بيطلع بقى، اللي هو الخفيف اللي كان على السيراميك بيطلع مع الميه، هو بقى عملهولي الصبح بدري، وكان عاملهولي قبلها بيوم برضو يا بنات، بس لما لقينا النمل طلع تاني راح عامله تاني. تمام. قلت بقى ايه، امسح بقى كده المطبخ، واللي هو في السيراميك هيطلع يعني. تمام تمام. خلصت بقى كده المطبخ بتاعي، مسحته كويس جدا. ويعتبر، بس انا مش هفرشه يا بنات، انا هسيبه عشان انا نازله عند ماما، وانا لو فرشته هنزل وارجع الاقي فيه نمل. فقلت لا، انا هسيبه ينشف براحته، ومش هفرشه غير لما اجي بقى وخلاص. تمام تمام. خلصت روتيني، وصلت معاكم لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو افادكم بأي شيء، يا رب اكون خفيفة على قلوبكم. اللي وصل معايا لغاية هنا فضلا وليس امرا، لايك واشتراك وفعالي الجرس عشان يوصلك كل فيديو تشاهديه. بحبكم في الله، ربنا يديمكم في حياتي النعمة جوه قلبي وفوق راسي. السلام عليكم ورحمة الله.